فنفوز فوزا عظيما. يا واعظا معشرا ضلوا الطريق بما على قلوبهم من غيهم رانا، وزاجرا فئة ظلت بما كسبت بالسيف حينا وبالتنكيل أحيانا. ما كنت قدرا على الله العظيم، ولم يحجب فديتك عنك النصر خذلانا. فعز أن تتلظى بينهم عطشا. يا غريب كربلاء، عطشانين، احنا كنا عطشانين، خلينا نتذكر عطش الحسين. وإلى الفرات أباد الله غامره، ورد وارده بالرغم ظمآنا. لم يروي حر غليل السبط بارده، حتى قضى في سبيل الله. شنو قضى الحسين؟ عطشا أفدي صريحا على الرمضاء قد جعلت الله أكبر منه الخيل ميدايا. دار العسكر على حسين يا حيف، يا بدار العسكر على حسين يا حيف. ناس البر ماح وناس والله بالسيف يشبه دورها على الليث المخيف. بياض العين بصبيها يتدور، يقول هو والمهر قام يحوم دونه، يحامي عن ولي لا يجونه. يخاف القوم لانهم ياخذونه، يركبه غير خيال المشكر. شلون مصيبه؟ يقول اجنح فوق راعيه وشمه، وصار ظلال دون الشمس يمه. اي والله يا صار ظلال دون الشمس يمه. وبعد الأكلف شنو؟ يقول مرغ وجهه وناصيته بدمه، ونادى بالظليمة وللخيم فر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. صدق الله العلي العظيم. مقدمة لهذه السورة، وبحثنا إن شاء الله سيستمر، يكون بهذا العنوان أو تحت هذا العنوان: فضائل آل محمد من قصص القرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. ونستهل الحديث عن هذه السورة. هذه قصة من القصص القرآنية التي مغزاها ويراد منها، يراد لنا حينما نقرأ القصص القرآنية أن نستنبط منها عبرة لآل محمد عليهم السلام، لأنهم عدل القرآن. ملاحظة، ما أدري أنا كل سورة هسه هذا المجلس يعني أكثر قبل شهر رمضان وفقت أقرأ في هذا المكان أكثر من مرة، ما أدري لعله ذاكر هاي الملاحظة أو ما ذاكرها. على كل حال، عادتي إذا ذكرت سورة تبدأ بحرف الواو أنبه على هذه الملاحظة. الواو في مطالع كثير من السور عندنا، والتين والزيتون. بس شوي التبريد جزاكم الله خير. وين والتين والزيتون والشمس وضحاها. والتين والزيتون واو أكو، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والسماء ذات البروج، والسماء ذات الرجع، والسماء والطارق. هذه الواو المعروف والمتبادر إلى الأذهان، هذه واو القسم، يعني الله يقسم بهذه الأشياء. هذا هو المتبادر والمعروف والمسموع والمثبت في بعض كتب التفاسير. ولكن في التدقيق نجد أنه هاي مو واو القسم، هذه واو الحلف. زين، شنو الفرق؟ فرق الواو القسم عن الحلف شنو؟ ولازم احنا شوي نثقل عليكم شهر رمضان، شهر التدبر في القرآن، لازم نتدبر. فرق الحلف عن القسم من 3 جوانب. الجانب الأول، مادة حلف غير مادة قسم في الجذر اللغوي في المعاجم اللغوية. قسم بهذا المعنى يعرفونها، يقولون من قال أقسم، معنى قوله هذا أنه قال برئت من حولي وقوتي واعتمدت على حولي وقوة من أقسم به. هذا معنى القسم، براءة واعتماد. فأنت لما تقول أقسم بالله، معنى قولك أنه تقول برئت من حولي وقوتي واعتمدت على حولي وقوة الله. ولذلك في القصة المعروفة والمشهورة والمسموعة عن الإمام الصادق عليه السلام، حينما تماطل معه تمارى تجادل معه أحد النواصب، الإمام الصادق عليه السلام قال له اقسم بالمباهلة، يعني تباهل، قال له اقسم قسم البراءة. قال له شنو قسم البراءة؟ قال له قل، يعني بدال ما يدمج يختزل العبارات الإمام الصادق، لا، فتحها إليه حتى يصير وقعها على قلبه أكبر. قال له قل برئت من حول الله وقوته، يعني اعكس القسم. قسم البراءة يعني شنو؟ يعني بدال ما براءة واعتماد يصير اعتماد وبراءة من الله، يعكس القضية فيموت بالحال. قال له إن كان من الكاذبين، قال له قل برئت من حول الله وقوته واعتمدت على حولي وقوتي. بس ما قالها الرجل وقع صريعا، مات، انتهى، هلك. شاهدنا القسم لغة براءة واعتماد. زين، إلى هنا شباب وياي إلى هنا يصير نقول الله يقسم؟ إذا ما جاوبتوني يعني ما فهمتوا الفكرة، أرجع أعيدها، أضطر أعيدها. يصير يقسم براءة واعتماد على هذا التعريف، يصير يقسم الله؟ ما يصير. ليش؟ لأنه معناتها نقول الله قال برئت من حولي وقوتي، أعوذ بالله، واعتمدت على حول وقوة الشمس، هو خالقها، شنو يعتمد عليها؟ الحلف شنو؟ ليش أقول واو الحلف مو واو القسم؟ الحلف شنو؟
الحلف لغة إعلاء لشأن من تحلف به، يعني مؤدى القسم هو هذا، شئت أبيت، يعني نروح نصعد ننزل نتوسع بالتعريف، نتيجة غاية ما يتحصل من تعريف الحلف هو هذا، إعلاء لشأن من تحلف به. فأنت بدل ما تقول يا سامع أبوي ترى إلى شأن عظيم عندي بقلبي، لا تقول وحق أبي وحق أبي، تحلف بأبيك. هذا يصير بالنسبة لله؟ نعم، الله يعلي شأن مخلوقاته، يعلي شأنها، هي حقيرة متواضعة قدام عظمة الله، فالله يعلي شأنها حينما يحلف بها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إخواني، في القرآن الكريم، كل القرآن الكريم أينما نجد مادة قسم، القسم لفظة قسم، فإن الله ينفيها عن ذاته، يقول ما أقسم. عدد وياي: فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالخنس، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذا صار يعني إذا نسب لله للذات الإلهية ينفي عنه، يقول ما أقسم. بعد آية كلش تؤدي الغرض اللي أريد أقوله تؤديه. بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بمواقع النجوم. طبعا التفسير السطحي مواقع النجوم هاي اللي نشوفها نجوم، تفسير الحقيقي عن آل محمد عليه السلام: النجوم هم اللي بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولشنو قيمة هذا النجم؟ نجم مخلوق حاله حال الشمس، ما يفرق عن الشمس، ما يفرق عن الأرض، ما يفرق عن الجبل، كلهم مخلوقات الله. فلا أقسم، هسه أيا كان، هسه مو موضوعي، ما له علاقة، إن كان الأئمة إن كان النجوم، هذه النجوم. شاهد شنو؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم، الله يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إيش قد عظيم؟ لكني أنا الله أعظم منه، لا أقسم، أنا خالقه، شنو أقسم به؟ أبرأ من حولي وقوتي وأعتمد على حوله وقوته؟ ما يصير. فلا أقسم بمواقع، مع أنه قسم لو تعلمون عظيم، بس لا أقسم به. قالوا لا أقسم إلا زائدة، أنا طبعا بعد لكم الحكم، ما لي علاقة، ما أتدخل. ترضون أكو زايد بالقرآن حرف حرفين؟ ترضون؟ هاي عقيدتنا. لو رب العالمين يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، شنو زايدة؟ زايدة شنو؟ ما جاي يفتهم زايدة شنو. أو البعض قال لا أقسم بمعنى لا أقسم، هاي شنو؟ هذا تحريف واضح. ليش نضحك على أنفسنا؟ الله يقول لا أقسم، أنت تقول بمعنى لا أقسم، وما يقدر الله يقول لا أقسم وهو على كل شيء قدير. كل ألفاظ القسم في القرآن الكريم إذا نسبت إلى الذات الإلهية منفية، بس إذا نسبت لغير الله ما يخالف، غير الله يقدر يقسم بالشيء الأعظم من عنده، يبرأ ويعتمد عليه، خاصة إذا الله منصبه، يعني مثل والفجر وليال عشر والشفع والوتر، إلى أن يقول إن في ذلك لقسم لذي حجر، بس مو إله، أنا ما أقسم. ثالثا في الفرق بين الحلف والقسم، رواية عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. رجل دخل على الإمام علي قال له يا أبا الحسن خبرني عن قسم الله، يعني السائل يظن أن القسم قسم، خبرني عن قسم الله، يعني يعتقد ما نعتقده كنا قبل قليل مثلا. يقول له خبرني عن قسم الله فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. الإمام علي قال له ويحك أما دريت أن الله لا يقسم بشيء من خلقه؟ ما يقسم الله بشيء من خلقه. إشارة من أمير المؤمنين عليه السلام هي اللي قادتنا إلى التوسعة في المطلب. يعني لو لم تكن هذه الرواية واقعا أقول ما أطرح هذا البحث كله، يعني هذه النقطة ما أطرحها أصلا لولا أن التفريق جاءنا على لسان أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. قد واحد يقول شنو الفائدة الله ما يقسم بالأشياء ويذكرها؟ يذكرها فائدة ذات وجهين، من جهة يلفت أنظارنا لأهميتها،
ومن جهة ثانية يعظم ذاته، فهو الذي أوجد هذا القسم فلا يقسم به، هو أعظم منه. إذن حتى لو ما مقتنع الآن بالبحث، إذا واحد الآن وصل إلى عدم قناعة بالبحث، يقول بعد بي ركاكة ويحتاج إلى تتميمات وإلى آخره، فأقول على سبيل الاحتياط، أخذ هذا الرأي على سبيل الاحتياط. الاحتياط سبيل النجاة. ليش تنسب الله القسم ويمكن يطلع القسم ما يصير، يعني لا يجوز أن نلحقه بالله. فاحتاط بهالمسألة. زين، هذه واو الحلف، أو إذا واحد ما مقتنع خلي يسميها واو القسم. بمن الله جاي يحلف؟ يقول والسماء ذات البروج. هذه السماء ذات، المقطع سماء ذات. عندنا في القرآن ورد أكثر من مرة، بس الذات وراها كلمة تختلف. يعني السماء ذات الحبك، السماء ذات الرجع، السماء ذات البروج، مو لا؟ هذن بهن بحث إن شاء الله، إذا وفقت ليلة من الليالي يجوز أطرحه. هذن السماء ذات يرتبطن بالدولة المهدوية في آخر الزمان. يعني هذا الحكي من تلقى هذا المركب والسماء ذات، اعرف هاي السورة جاية تتحدث عن المهدي عليه السلام. دعوة بلا دليل اعتبرها، بس إشارة مهم يحتاج لها بحث موسع. أنا عندي مقصود إخواني، جاي نستمر فقرة فقرة في السورة شوي شوي إلى أن نوصل للغاية. الغاية في نهاية السورة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. خلينا نحسب. أولا الله حلف بالسماء ذات البروج، بعدين بمن؟ باليوم الموعود. شنو هو اليوم الموعود؟ بالأمان لف وندور وكذا. اليوم الموعود يوم ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. عندنا روايات كثيرة جدا. اليوم الموعود تفسيرها عن آل محمد يوم الظهور. بس إشارة، أقول إشارة، المقصود من اليوم الموعود هو يوم الظهور بدليل القرآن. الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات، القرآن يفسر بعضه بعضا، في سورة الذاريات رب العالمين يفسر لنا أن المقصود باليوم الموعود يوم ظهور الحجة المنتظر عليه السلام. شلون؟ اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. شغلنا الطرف الثاني من الآية. إنما توعدون لصادق، الشيء اللي وعدناكم صدق، وعدنا صدق. الطرف الثاني من الآية شو يقول؟ وإن الدين شبيه واقع. واقع شنو معناته؟ واقع مبين، واقع يصير واقع معاش، واقع. يعني الدين الله يقول يعدنا وهو أصدق القائلين. يقول الدين لواقع في المستقبل، الدين سيقع، يعني يطبق على أرض الواقع. الدين شنو الدين؟ الدين إن الدين عند الله الإسلام. يعني النتيجة شنو؟ يعني رب العالمين يقول إن الإسلام لمطبق في المستقبل، لواقع، إن الدين لواقع والدين عند الله الإسلام. الإسلام بما للكلمة من عرض عريض، أخلاق وقيم ومثل وآداب وتقوى وإلى آخره. الإسلام بعد كله. الله يعد في القرآن يقول إن الإسلام لواقع، إن الدين والدين عند الله الإسلام. يعني النتيجة تطلع شنو؟ إن الإسلام سيقع في المستقبل، يكون أمر واقع معاش عندكم تعيشونه. هذا الإسلام واقع سيكون في المستقبل، صارت وبعده، حسب اعتقاد كل الطوائف الإسلامية. من يوم بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هاي اللحظة الإسلام ما طبق كله على أرض الواقع. إله الهوى موجود، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. آلهة الأحبار والرهبان من كل الأطياف ومن كل الأديان ومن كل المذاهب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ماكو عبادة لله حقا إلى اليوم. الإسلام ما طبق كله. فواحد من أمرين، يون نقول الإسلام في المستقبل سيطبق كما هو قول الشيعة في دولة إمام العصر والزمان، أو نقول الله يعد ولا يوفي بوعده والعياذ بالله. هذا لا يقول به مسلم.
إذن الله يحلف بمن؟ شوفوا الحلف العظيم، يحلف بالسماء ذات البروج، يحلف بيوم ظهور الإمام الحجة، يوم تطبيق الدين، باليوم الموعود. ثالثا قال وشاهد ومشهود. شنو الشاهد وشنو المشهود؟ هم حتى لا نطيل. دخل رجل إلى المسجد النبوي صلى الله عليك يا رسول الله، يسأل عن قوله تعالى وشاهد ومشهود، شنو تفسير شاهد ومشهود؟ اجى يسأل شباب وياي، يقول لقى 3 حلقات تدريسية، المسجد كبير. الحلقة الأولى اجى سلم، قالوا له عليكم السلام، سأل من صاحب الحلقة التدريسية، قال له شنو شاهد ومشهود؟ قال له الشاهد مكة والمشهود يوم منى. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشاهد مكة المشهود منى. قال له دليلك شنو؟ قال له دعوة بلا دليل. هسه شنو هذا المشهور، هذا المعروف. يقول ما اقتنعت السائل، فوقفت على الحلقة الثانية، قلت لهم سلام عليكم، شاهد ومشهود شنو تفسيرها؟ فقال لي صاحب الحلقة يعني الشيخ الموجود، قال الشاهد عرفة والمشهود يوم رمي الجمرات، يعني اثنينهم بالحج، اثنينهم تقريبا نفس الشيء، بس اكو اختلاف ضمني داخلي. قلت له شنو الدليل؟ قال هذا هو المشهور. دليل شنو؟ يقول فاجتزتهما، الحلقة الأولى والثانية، إلى الحلقة الثالثة، فرأيت شابا ذا وجه صبوح عليه سيماء الجلال كأنه البدر تحف به الأنجم، سلمت عليه، قلت شنو الشاهد والمشهود؟ شنو تفسير الآية الشاهد والمشهود؟ قال الشاهد محمد. اللهم صل على محمد. والمشهود يوم القيامة. قلت له شنو الدليل؟ قال الدليل القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا. أما الشاهد هو محمد فهو قوله تعالى إنا أرسلناك، يعني من الشاهد؟ رسول الله. وشاهد يعني ومحمد وحق محمد. ومشهود القيامة فهو قوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. إذن ياهو اليوم المشهود قيامة، يعني الله يقول وحق محمد وحق القيامة. هذا وهذا ينطينا دليل على أن اليوم الموعود غير يوم القيامة. ما أدري، قلت لك أنا إن شاء الله أبدأ أضغط عليكم أكثر في شهر التدبر في القرآن، لأن لو قايل يوم الموعود المقصود منه القيامة، يعني كأنما الله قال وحق يوم القيامة ورا شوية قال وحق يوم القيامة، أي ما لها معنى حتى بلاغة ركيكة. لا، اليوم الموعود غير القيامة. اليوم الموعود ظهور الإمام المهدي، وشاهد ومشهود، المشهود يوم القيامة. ذاك اليوم الموعود يوم تطبيق الدين، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. زين، ورا هاي القائمة من الأحلاف الله يحلف بيها، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، شاهد ومشهود 4 يصيرن. شو يريد يثبت رب العالمين؟ يقول قتل أصحاب الأخدود. الله أكبر. قصة في القرآن مثبتة، من راويها؟ رب العالمين، أصدق الصادقين. مع ذلك قبل لا يحكيها يحلف 4 مرات، 4 مرات يحلف، يقول وحق السماء ذات البروج، وحق يوم المهدي يوم الموعود، وحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد، وحق يوم القيامة المشهود، لقد قتل أصحاب الأخدود. هاي قتل في الأسلوب العربي ما شاء الله كلكم يعني أذكياء وأهل معرفة، تدرون القصد شنو. قتل، لما يقول قتل أصحاب الأخدود، هذا نعي لو مو نعي؟ في اللغة العربية أسلوب إيش هذا؟ نعي، نعي، أسلوب نعي، يعني مو النعي اللي راح أقرأ بعد شوية أبيات وأنعاهن، لا لا،
أقصد لغة نعي شنو يعني؟ يعني الآن إحنا قاعدين بهالمكان ويدخل واحد يقول يا ناس يا عالم، نقول له ها، قال وحق بيت الله وحق القرآن وحق النبي محمد قتل فلان، هذا شو نسميه؟ ناعي، نعى لنا الخبر. أصحاب الأخدود الله تبارك وتعالى يحلف ويقرأ نعيهم، ينعاهم إلى الناس، إلى العالمين جميعا. شوف التوثيق، الله يوثق، يحلف 4 مرات حتى يقرأ مقتل الصالحين. زين، ليش يعترض علينا لما نقرأ عزاء الحسين يوميا مكررة، يوميا نذكر عزاء الحسين، مقتل الحسين؟ يعني نقول قتل الحسين يعني شنو؟ قتل الحسين نعي. هذه سنة الله في القرآن. الله يقرأ المقتل لهؤلاء الصالحين، يقول قتل أصحاب الأخدود. ومو بس هيك مجرد يعني نعي، خاف واحد هم يقول لي إيه إحنا مثل القرآن الكريم نذكر بس أنه يوم العاشر نقول يا ناس قتل الحسين تذكير. لا، القرآن يفصل، يقول مو بس أقرأ نعي أقول أخبر الناس أنهم قتلوا، لا، أفصل المأساة، أقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. أبين شلون انقتلوا، مظلوميتهم شلون، تفاصيل المقتل شلون. الله يبين تفاصيل مقتل هؤلاء الصالحين. ليش إحنا من نقرأ مقتل الصالحين، مقتل أمير المؤمنين، مقتل الحسن، مقتل الحسين صلوات الله عليهم، ليش يعترض علينا؟ بأي حق تعترض علينا أنت الآخر؟ هذه سنة الله، هاي قصة الله جابها نتونس عليها، يعني نضحك مثلا؟ لازم أكو سنة مشابهة في أمة رسول الله. يعني اللي يريد يقول القرآن يا ناس إذا أكو مقتل للصالحين اقروه، احجوه وفصلوا به، ومو بس هاي، وكرروه يومية، لأن هاي سورة البروج يومية كم مرة تنقري بالعالم كله؟ آلاف المرات، ربما ملايين من المسلمين يقرؤون القرآن يوميا يرددون قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. ومو بس تفاصيل المأساة، تفاصيل بشاعة وفظاظة أعدائهم. إذ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم، يعني ذول الظالمين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهذا ديدنهم. قبل احنا كنا نحتاج سند ونثبت للروايات سندها ونماطل وكذا، لعبة الأسناد على قولتهم. مسلم بن عقيل جر بالحبال، لو ما نجار هسه بعد ما محتاجين. في مصر شفنا العالم كله شاف جثة أهل الكوفة كلهم هجموا عليها، أهل الكوفة هذا العصر يعني هجموا عليها ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور، عقور، كلب عقور ما يصير تمثل به، تمثل بجثة إنسان اختلف معك في الرأي. شلون تريد لما أقبل مسلم بن عقيل جرب الحبال؟ طبعا أقبل، بعد ما احتاج سند. أو ذاك الذي ما أدري شفتوا المقطع أو لا، يأكل كبد إنسان، كبد إنسان يأكله، والجماعة يما الله أكبر علينا، الله أكبر، كبد إنسان. أكو في شريعة انطونا، يعني يا ريت يا ريت والله العظيم يا ريت يجيبون لنا دليل في شريعة من الشرائع، مو الإلهية السماوية، لا لا، الشرائع هاي الحضارات الأوروبية الغربية اليهودية النصرانية البوذية، أي وحدة، السيخية، أي ديانة أرضية سماوية. أكو بالديانة دستور، بدستورهم أكو عدوك أكل كبدة، أكو بس بشريعة هند بنت أبي سفيان، بس بشريعة هند. فبعد ما نحتاج سند إخواني، ما نحتاج. عبد الله الرضيع انقتل بالنبلة، صدق يو كذب، نبلة مسمومة من الوريد إلى الوريد، ما نحتاج بعد سند. هذا شوفوا الواقع الآن قدامنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فتفاصيل المقتل الله يذكرها يبينها، قتل أصحاب الأخدود، وفظاعة بشاعة
موقف الطغاة، إنه يقول إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعاينون يستلذون. القصة شنو باختصار؟ قصة هؤلاء حتى نختم بعد وقت، ما عندنا كم دقيقة ظلا. القصة كما ينقلها السيد الجزائري في قصص الأنبياء نقلا عن البحار عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن جده أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. القصة يعني أذكر فحواها. هنالك ملك في الحبشة، منطقة الحبشة. هذا الملك كان نصرانيا ثم ترك النصرانية وتهود، صار يهوديا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود. فصار يهودي، صار يهودي، صار تحول إلى طاغي، يعني يفتك بالناس، يفتك بالشعب. الله وداه نبي، وكان الأنبياء يبعثون في كل قرية. بعث الله نبيا اسمه عبد الله بن يامن. هذا عبد الله بن يامن بلغ لهذا الملك الطاغية رسالة الله، أنكر عليه ذلك وقتل نبيه، قتل النبي، وجاب أتباع النبي كلهم وخد لهم أخدودا في الأرض. أخدود يعني نهر فارغ، ملأه حطب وأضرمه نارا، وصار يخيرهم: تريد تكفر بالله وبنبيك تعفى، تريد تبقى على الإيمان تقذف في النار ونحن نضحك. شلون طغيان هذا؟ شلون تكبر هذا؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: فكفر جمع من أتباع هذا النبي، ارتدوا وخافوا رجعوا. وهاي الثلة البقية اللي بقت الصابرة قالوا له: لو مو تحرق شو تسوي؟ سوي، افعل ما بدا لك. يقول: فصار يلقي بهم واحدا تلو الآخر بالنار وهو وجماعته يضحكون، إلى أن جيء بامرأة. الإمام علي يقول عليه السلام عندها رضيع عمره 2 شهر. هذه المرأة أيضا خيروها: أتكفرين بالله؟ تنعفين. ما تكفرين بالله نلقي ولدك أمامك يحترق ثم أنت وراه. يعني بعد حنان الأم، عاطفة الأم. احنا مو أمهات حتى ندركها، نسولف عنها ونكتب عنها ونشرح عنها ونسمع عنها ونقرأ عنها، بس ما نقدر نوصفها وصف دقيق حقيقة. الأم أم. ذاك يدخل شاب على رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له: يا رسول الله، ما من موبقة إلا وارتكبتها. يعني بلا ما أسولف لك يا رسول الله، كل السيئات مسويها. زين، هاي السيئات بها أثر وضعي، بها عقوبات دنيوية. أكو ذنوب تهتك العصم، أكو ذنوب تنزل البلاء، مو لا تقطع الرجاء، ذنوب متعددة لها آثار متعددة. فقال له: دليني يا رسول الله على عمل يمحق عني أثر السيئات، شو أسوي؟ النبي قال له: عندك أم؟ الله أكبر، الله أكبر. عندك أم؟ قال له: لا يا رسول الله، متوفية أمي. قال له: عندك أب؟ قال له: إيه، أبوي موجود. قال له: قم والزم بره. قوم، شم تاني؟ الزم بره، روح بر والدك أبوك. قم والزم بره فإنه يمحق أثر السيئات. قام طلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظر للقاعدين قال لهم: لو كانت أمه لكان الغفران أسرع. الله. فهذه أخذوا ابنها رضيعها. يقول الإمام علي: فهمت أن تكفر بالله، يعني مو اعتقادها تكفر بالله، ولكن خوفا على وليدها، عاطفة الأم. همت أن تكفر بالله، فربط الله على قلبها بأن أنطق وليدها، ابنها الرضيع نطق.
قالها أماه اصبري فما نلاقيه في الله قليل، وإذا احترقنا ساعة ساعتين ونروح إلى الجنة، مهم علاقتش بالله. يقول فصبرت وثبتت، فلما ألقوا وليدها في النار يقول الإمام عليه السلام فاهتز عرش الجليل غضبا وأنزل عليهم العذاب، إلى آخر القصة تفاصيل أيضا. شاهدنا فحوى هاي القصة، المنقبة اللي نريد نستلمها شنو؟ إذا كان الله تبارك وتعالى يجيز بل يشرع لقراءة مقتل الصالحين وتفصيل المقتل وذكر مثالب الأعداء مثالب القوم، ويثبت ذلك في المصحف يقرأ إلى يوم القيامة، هاي سنة. يعني أي واحد من الصالحين يتعرض إلى مظلمة، إلى مأساة، إلى قتل، إلى انتهاك حرمة، فعليك أن تقرأ مقتله، وعليك أن تفصل، وعليك أن تبين طغيان الطاغين، وعليك أن تكرر، حتى لا يجينا واحد متطفل ويقول تكررون مقتل الحسين انتم كل سنة كل عام كل يوم نكرره. مو كل يوم. إمامنا صاحب العصر والزمان يقول لأندبنك صباحا، الصبح مجلس تعزية وأبكي، وبالليل مجلس تعزية وأبكي. واي عندنا ابتعاد عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نتعاجز من مجلس الحسين إذا تكرر بالسبوع مرة مرتين، هم قراية هم مجلس. وين شيعيتك أنت بعد؟ إمام زمانك هذا شعاره يقول أندبنك صباحا ومساء. والشطر الثاني ولا أبكين عليك بدل الدموع دما، دم أبكي عليك أبا عبد الله. واحد من العلماء أراد يشرح هاي العبارة يوم من الأيام فتحير، قال شنو اللي بكى المهدي دم؟ مصائب كربلاء، واي مصيبة كربلاء واي بها شعب تفرعات، اللي بكى الحسين دم شنو؟ يقول توسلت بصاحب العصر والزمان من يوم 1 شعبان الحد ليلة 15 شعبان. يقول ليلة النصف من شعبان شفت الإمام الحجة عليه السلام، أهيئ دمعتك بهاي القصة. قلت له سيدي يا صاحب الأمر هاي أرد أشرحها العبارة بس ما أعرف محيرتني. قال شنو هي؟ قلت له سيدي تبكي على الحسين دم بالضبط، يا موقف بكاك دم على الحسين، أهي مصيبة الأكبر؟ قال لا والله الأكبر يبكي لها دما. قلت له مصيبة القاسم؟ قال حتى القاسم يبكي دم يبكي القاسم. مصيبة العباس، مصيبة أبي الفضل؟ قال كلا والله أبو الفضل يبكي لها دما. قلت له خلاص ما ظل غير مصيبة الحسين، خيل داسته مو شكل قطعوا رأسه إلى آخره، تفاصيل بعد هول المصيبة. أشهد أن دمك اقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. يقول فاجأني صاحب الزمان قال لا والله حتى الحسين يبكي لها دما. الله أكبر. قلت له هاي يا مصيبة سيدي؟ قال هاي مصيبة وقوف عمتي زينب على تل الأحزان، يوم اللي جت شايط قلبها جت شايطة وقفت على التل صاحت صوت من الطف تزلزل، يا حسين طايح وين مندل طريق المعركة والليل شلشل يا ابن امي. خافت زينب، ليل مرعب الله، والسماء رعدت وقامت تمطر دم وهوى عالي واجساد على الارض. خاطبت الحسين تقول له خويا الشمس غابت، خويا الشمس غابت يا خويا وتشل الغروب. هلا بدمعتك خوش دمعة شهر رمضان يا الله اجواء ايمان. تقول له خويا الشمس غابت يا خويا وتشل الغروب، جيتك والهوى يعثرني بالثوب.
يلي قضيت نوبك صار للنوب، دليني أدير الوجه يا صوب. خويا دليني 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 أدير الوجه يا صوب، وانا ما ماشية وديان ودروب. راحت للحسين عليه السلام. أذكر موقف لزينب، يقول طلعت شايطة من في خدرها، من راد الشمر يذبح عمرها. تركض والوسيعة ما تلمها، يا ما أبي أن الجثث يعثر جدمها. ناب تصيح أبوها وناب أمها، وثقل النايبة يجر بأثرها. يقول زينب لما رجعت، أبيات هذا إن شاء الله القضاء الحاجة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للذول الطغاة المجرمين المشركين في فتح مكة، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم ونسوانكم آمنون. سووا بنسوان رسول الله بعرض رسول الله، يفترون من بلد إلى بلد. ومو بس هذه، في الطريق يقول وقت الظهر ينصبون خيمة يتغدون بيها ذول الطغاة وبنات رسول الله بالشمس. يجون الأطفال. صور أنت بعد هذه ما شاء الله الأجواء قدامنا، شهر رمضان وحرارة الشمس 48 يوم واصلة الدرجة مدري أكثر أقل. صور بالرمضاء بالصحراء. يقول يجون 82 طفل وطفلة. عم زينب نريد في، عم زينب وين نروح من الشمس؟ زينب عندها عباية وحدة، شو تسوي؟ 82 طفل وطفلة، تغطي هذا تغطي ذاك. ولذلك تغيرت زينب. فارق أنت أختك سنتين تعرفها، زينب شهرين. محمد بن الحنفية ما عرف أخته، ما عرف زينب. يقول وصل زين العابدين للمدينة، محمد بن الحنفية اجى يسولف وياه عمه، وزين العابدين ما لاقي إلا الشامتين. الآن محمد ويسولف له، عم عينك لا شافت، إذنك لا سمعت، هيك جرى علينا هاي المصائب اللي جرت. ومحمد يبكي. الله أكبر. زينب سمعت أخوها محمد بن الحنفية موجود يم زين العابدين، طلعت تشوف خيها. الله، بي ملامح من أبوها أمير المؤمنين، بي ملامح من الحسن، بي من الحسين، خيها تتباوع على مستأنسة. يقول بهالأثناء نظر محمد إلى علي بن الحسين، قال له عم يا علي قل لي هذه الغريبة فلتتنحى عنا. ليش تباوع عنا ما أقبل تباوع لي؟ زين العابدين لطم على راسه، قال له شو تقول يا عم يا محمد يا غريبة؟ هذه زينب الهاشمية. انهضمت زينب قالت لأخويا حتى انت ما عرفتني يا محمد. زين العابدين قال له يا محمد شو تقول يا غريبة هذه؟ زينب قالت له عم علي راح وقت الهاشمية، قل له هاي زينب المسبية. تقول له حقك محمد ما عرفتني. اي والله حقك محمد ما عرفتني، لأن المصايب غيرتني. اي والله مصايب الدنيا اللي دهتني، خويا بذيك المجالس لو شفتني. اقول لك ليش متغيره؟ بذيك المجالس لو شفتني يا اخويا ما كان يا محمد لمتني. بعدين محمد لمح شيء، حضر حاجتك راح نطلع الباب الحوائج. محمد لمح شيء غريب بزينب، ما تقول له اخويا، تقول له محمد باسمه.
أخي زينب مو من عادتك تقول لي اللي محمد، خويا تقول لي اللي. ايش قالت لزينب؟ قالت باسمك راح اقول لك من اليوم وجاي محمد يا شريدة هل وخواني. ليش زينب؟ قالت لعفتها على النهر كلمة الخوة وجيت. عفتها على النهر كلمة الخوة وجيت يا محمد بعد حرمت على لساني. والله مو معناها مو قدها يا ابو جاسم، لكن مثل عباس وين القى اخو ثاني. نسألك وندعوك يا الله باسمك العظيم الأعظم اقض حوائجنا، يسر أمورنا، شافي مرضى، اشفي مرضانا يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. من كان في جمعنا هذا طالب حاجة اللهم من عليه بقضاء حاجته يا الله. من كان مريضا أو عنده مريض من على جميع المرضى بالشفاء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وخفف عنا سكرات الموت وشدائد القبر وهول المطلع. عرف بيننا وبين الزهراء في الدنيا والآخرة. القائمين على هذه الخدمة لآل محمد تقبل اللهم منهم بخير قبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين والحاضرين وشيعة أمير المؤمنين رحم الله من قرأ للجميع ثواب الفاتحة.